السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا وشفيعنا محمد. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناة أم زكي. اليوم يا جماعة خفت وتشهيت ندير الكيكة الأسطورية تاعي، التحلية الخفيفة الصحية الغنية بالألياف اللي ناكلها بدون تأنيب ضمير. وصفة تصلح لفطور الصباح، تصلح للسحور، تصلح تحلية بعد الصيام، الأيام هذا راه نصوموا بزاف، تصلح في رمضان، مشبعة، تصلح لمرضى السكري، لا تعلي سكر الدم، بمكون رائع راح نكتشفوه ونخدموا به اليوم انا وياكم. واصلا انا موالفه نخدم لكم بهم، لكن هذه الكيكه خطيره. بسم الله على بركه الله، نبداو الوصفه تاعنا. راح نعطيكم المكونات وراح نعطيكم الاكواب. الكوب المعياري اللي استعملته انا كوب تاع 120 مليلتر، يعني راح نعطيكم بالوزن وراح نعطيكم بالكوب. الكوب راه تاع 120 مليلتر. بسم الله على بركه الله، تشوفوا معايا الوصفه هذه اللي كما قلت لكم لازم ولازم لازم تجربوها. تجي خفيفه وتجي تبان كانها مشربه وبزاف بنينه. نبداو. 2 حبات بيض كبار او 3 صغار. عندنا مبشور الليمون والبرتقال مع بعضهم. عندنا نصف الكوب تاع دهن صحي، زبده وزيت الزيتون مخلطين، انا هكا استعملتهم. كوب تاع لبن الرايب، كوب لبن، كوب تمر، والقليل من المكسرات، جوز ولوز ما يكونوش محمصين ويكونوا باليافهم، يعني واش متوفر عندكم. انا استعملت شويه جوز وشويه لوز. وعندنا هنا المكون اللي حنخدموا مع بعضنا هو النخاله المحمصه، كوب من النخاله المحمصه اللي رايحين نستعملوها. النخاله تاعنا نحمصوها على نار هادئه بالطريقه هذه في مقلاة، ونخلوها تبرد، نخاله القمح، ونخلوها تبرد ونديروها في قاروره ودائما نستعملوها. النخاله يفضل انكم تستعملوها محمصه وليس نيه، تشروا هذيك الرقيقه، وإلا كانت خشينه شويه تقدروا تعاودوا ترحوها في الروب. نبداو على بركه الله. نجيب الكوب تاع التمر تاعي اللي ما نحيلوها غير العلف، ونحطها في خلاط، ونضيف معها كوب تاع اللبن او حليب او كوب ياغورت طبيعي او كوب رايب، واش متوفر عندكم، او حليب جوز الهند او حليب لوز، واش اللي عندكم متوفر. نضربوها في الخلاط. من جهه اخرى نجيب البيض والدهن تاعي، انا هنا استعملت زيت الزيتون وزبده حيوانيه، ذوبتهم نصف كوب مع بعضها. نخلط الخليط تاع البيض مع بعضها، نحاول نخلطو حتى يتخلط ويتفتح شويه الخليط تاعي فقط. من جهه اخرى كما قلت لكم نروحو نضربوا هذاك التمر مع اللبن. نجيبو هنا المبشور تاعي، استعملوا خياتي مبشور الليمون البرتقال لانه راه متوفر، راه وقته نربحوه، واخا نحتاج نستعملوا اشياء اخرى. ونجيب نفرغ الخليط تاع التمر واللبن فوق البيض تاعنا. وانا اصلا التمر كي ضربتها ما ضربتهاش بزاف لاني حابه نربح الالياف الموجوده فيها، نخرج السكر الموجود ونربح ايضا الالياف، لانه هذه الكيكه كيكه غنيه، حتكون غنيه جدا بالالياف. الالياف علاش ندخلوها في الحلويات نتاعنا؟ لانه كي ناكلوا حلويات غنيه بالالياف والبروتين لا ترفع سكر الدم بسرعه، وهو المطلوب. حطيت المكسرات تاعي، اللوز والجوز. والجوز هنا راهو مفيد جدا، على بالكم الجوز اقل من اللوز في الثمن وافيد واغنى من حيث الالياف والبروتين. اللي يتبعوا نظام صحي راه الجوز خير من اللوز يا البنات. ومن بعد ما حطيت المكسرات خليت شويه باش نزين بهم. بالنسبه للمكسرات انا حطيت الكميه تاع كوب تاع جوز ونص كوب تاع لوز. وانتوما ما عندكمش هاد المكسرات كامل تقدروا تستعملوا كوب جوز الهند مبشور، جلجلان، واش متوفر عندكم استعملوا. انا كل ما نزيد لها قيمه وكل ما نزيد لها الياف وكل ما نزيد لها بروتين اكثر تكون صحيه اكثر ومفيده للجسم اكثر. هنا رحت جبت النخاله تاعي اللي كما قلت لكم حمصه وبارده، ونروح نفرغها فوق الخليط بالعقل. ندخل كامل الكوب تاع 120. استعملوا نفس الاكواب المعياريه واستعملوا نفس الكميات اللي استعملتها انا. القهوه ما يجيش ثقيل بزاف وما يجيش خفيف بزاف، اصلا النخاله هذيك راح تشرب شويه. جبت هنا ملعقه تاع بيكربونات الصوديوم، ضفت عليها عصير الليمون، وراح ندخلها في الخليط تاعي باش تزيد الخفه وتزيد الهشاشه تاع هاد الكيكه وتجيكم خفيفه وهشه وتذوب في الفم ورائعه رائعه. يعني قد ما نوصف لكم البنه والقوام تاعها ورائحه المبشور الليمون والبرتقال اللي يجوا فيها مع المكسرات والنخاله هذيك المحمصه رائعه. ندخلوها هكا، نحاول نخلوها ترتاح حوالي ربع ساعه 10 دقائق فقط باش تشرب. ولا تقدر في حين انكم راحوا تسخنوا الفور تاعكم على 180 درجه وتوجدوا القالب نتاعكم. القالب اللي حتحطوه، انا القالب تاعي دهنته بشويه زبده وبطنته بشويه تاع شوفان باش نتاكد بلي الكيكه تاعي ما راحش تلصق. لانه على بالكم كيكه فيها مكسرات وفيها نخاله، يعني القوام تاعها راح يكون خفيف وهش، ما فيهاش اي نوع دقيق.
لهذا يفضل انكم مهم تدهنوا القالب، يكون ما يلصقش، تدهنوه بشويه دهن وتبطنوه بفرينه كامله او بالشوفان او بالنشاء الذره او بدقيق الارز. المهم او حتى تبطنوه ايضا بالنخاله جيد جدا، نفس يعني اللي استعملتوها لداخل في الوصفه. المهم تبطنوه وتخليوا الفرن تاعكم على 180 درجه. شوفوا الكيكه تاعنا هذه كيفاش تجي مع القالب هكذا، تجي كميه معقوله تقدروا تناولوها لكامل افراد العائله، راح تعجبوا الاولاد الصغار والكبار والشيوخ وكامل راح تعجبهم مرضى السكري خاصه اللي يتبعوا الحميه. روحوا ندخلوها الطيب. هنا تفكرت المكسرات تاعي اللي خليتهم كميه قليله هكا للتزيين فقط، وكما قلت لكم واش متوفر عندكم اي نوع من هذه المكسرات اللي استعملتهم انا، استعملوا مكانها كوب تاع جوز الهند وزينوا به في الفوق. المهم انكم ديروها اي نوع مكسرات حيغير لها البنه ويعطيها بنه رائعه. ندخلوها الطيب على درجه 180 درجه حتى الطيب ملتاح وتتحمر. شوفوا هنايا يعني بالصوره المقربه كيفاش تكون هي كيكه، تكون مشبعه جدا، فيها كميه الياف غير معقوله. الالياف الموجوده في النخاله، الالياف الموجوده في الجوز، الالياف الموجوده في اللوز، الالياف الموجوده في حبات التمر. هنا ما استعملتش سكر التمر، استعملت التمر لانه تقريبا كامل الناس عندهم التمر يقدروا يحلوا به التحليه. كوب يجيكم ماهيش حلوه وماهيش، يحبوا ينقصوا حتى كميه الحلاوه يقدروا يستعملوا نصف كوب فقط تاع التمر. هذه دائما انا نقول لكم السكر انتم كميه الحلو تاع الحلويات تاعكم انتم اللي تتحكموا فيها على حساب المريض ولا على حساب النوع اللي انتيا يعني تنتمي اليه. لكن انا الكوب هذا اللي حطيته راح يجيكم تحليه ممتازه، ما راح تجيكم حلوه بزاف، مش تجيكم صامته. بالنسبه للمتبعي الحميه تقدروا تاكلوا كميه منها الصباح، تزيدوا معها يعني فقط شويه الياف وعلبه ياغورت طبيعي تكون غذاء كامل وفطور كامل. تقدروا تاكلوها في وجبه السحور الايامات هذو رانا نصوموا، سواء دركا سواء ان شاء الله في سهره في رمضان. في السحور تكون غذاء يعني سحور ممتاز رائع، ما تزيدوا مع والو، غير تقدروا تزيدوا مع حاجه تاع كالسيوم، الياف، حبه بيض، يعني كلش متوفر في هذه الكيكه. تقدروا تاكلوها ايضا يعني ورا الفطور، يعني كي تفطروا فطوركم تاع الصيام تتناولوها كميه منها مربع صغير ورا الفطور. اصلا هي تشبع بطريقه رهيبه وبنينه بزاف بزاف وما راحش تخليكم، يعني انا الكيكه هذه نديرها على الاقل 3 مرات في الشهر. لازم تكون عندي هذه الكيكه في المنزل لانها يعني نحسها باللي ناكلها بدون تانيب ضمير. كميه الالياف اللي فيها تخلي سكر الدم لا يرتفع بسرعه، وحتى كي تكوني في فتره حميه وتاكليها بالعكس ما راحش تاثر عليك. وما تصوروش يعني ما نقدرش نقول لكم شحال تجي بنينه الا تبعتوا كامل المقادير والمكونات اللي استعملتهم انا. راح تاخذ الذوق، راح ياخذكم الى مكان اخر، ما راحوش تامنوا بلي هذه الكيكه هي كيكه نخاله. كيكه نخاله شوفوا الهشاشه تاعها، تجي خفيفه ما تجيش ثقيله وتجي بزاف هشات كانكم، لانه النخاله تكون خفيفه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعي تاع اليوم. نخليكم على خير ونقول لكم الى اللقاء.